بيسبونا. اقول له انت جبان، انت جبان. بعضهم والله يقول لي يا اخي ضاقر في الحال، نفسي يطلع عندك بس لو يشوفوني عندك في القسط وبيعتبروني رجعت الى بيت الطاعه وانت رجعت الى بيت الطاعه وايها المذلول ويا كذا وكذا. قلت لا اله الا الله، كيف لمغربي ابن مغربي يسمح لمغربي اخر مهما بلغ شأنه ان يملي عليك وان يفرض عليك وصايه؟ اين رجولتكم؟ اين كرامتكم؟ أين قراركم؟ والله يا إخواني لو أفصح لكم عما لدي في الخاص، لكنني المجالس بالأمات كما أقول لكم. بعضهم تأثر بالحملة التي شنت ضدي وهاجمني واكتشف أنه مخطئ والآن يريد يرجع، وقلت له أنا بالنسبة لي الباب مفتوح، تريد ترجع؟ قال والله يا أخي نفسي، بس أنا متأكد بيقولوا لي رجعت لبيت الطاعة ويهينوني ويكينوا كرامتي. يعني الخوف من بعض. انظروا إلى أي مدى وصل التحريض بالمنصة، رغم أنها لا تضر المغرب في شيء، لا تضر المغرب في أي شيء. والله لو أعلم ولو 1% أن هذه المنصة ستضر المغرب بشيء، قسما بالله أقفلها اليوم قبل بكرة، دون حملة ودون تحريض ودون أي شيء. أنا المغرب دخلت المغرب ودخلت بيوت المغاربة، ولهم في رقبتي عهد وذمة أنني لا أضرهم أبدا. وأنا علمكم أتعامل مع سلطات رسمية، السلطات الرسمية تعرف ماذا أقول وتشوف لايفاتي وهي الآن تسمعني، وإذا وجد مني شيء سيأتيني إشعار من جهة محترمة، مش من حاقدين ومارقين وخايفين والفاشلين الذين ما استطاعوا أن ينافسوني. أنا أتعامل مع من هو سيدكم وصاحب قراركم. أنا أتعامل مع مؤسسات تسوس بلادكم، مش أنت أيها المتكتك الصغير. أنت أيها المتكتك الصغير أقسم لك بالله أنني لا أقيم لك وزنا، لا أقيم لك وزنا. أنا أتعامل مع مؤسسات دولة ويشاهدوني على نطاق واسع ويسمعونني وألتقيهم بالصدفة لا أصور، ويقولون لي أنت في الطريق الصح، استمر وشكرا بارك الله فيك، منصتك فعلت، منصتك عملت. أما أنت أيها المتكتك المتسلق التي أغاظك أن هناك منصة تفوقت عليك، موت بغيظك. هذا الذي أستطيع أن أقوله، موتوا بغيظكم، والله ما شفتوا والو. أخي أسعد، أنا قالوا لي أسعد طردك من المنصة ديالو يا مدلولة، ولما طلعت في قيست ودافعت وقلت هذا الكلام الحق قالوا لي يا المنبطحة الشرعي، في البلاصة بدلوا لي التهمة. هي الوصاية، هي الوصاية. المهم أنك تتأثرين بما يريدونهم، لوبيات مافيا، عاملين عصابات. أسعد الشرعي محزن جدا. تفضل يا شعيب. السي أسعد الشرعي، واش ينطبق عليهم نقول لك واحد الجملة، واش تنطبق على هاد الناس هادو التكتوكيين ديال اليمن أمامكم وأسعد الشرعي وراءكم؟ لا هذا حق فرعون يا أخي. لا قالت فرعون ما تخلش لي ماشي الفكره ديال طارق بن زياد، هذه راه ديال طارق بن زياد ماشي فرعون. صح نعم. طارق بن زياد. ولا شعيب أطلنطيك وراءكم وأسعد الشرعي أمامكم ولا يخصكم إلا التجليد، والله العظيم غير التجليد. يعني عطي الدور لأبو مهدي. تفضل السي ابو مهدي. مرحبا. والسي الشريف الادريسي. السلام عليكم السي شعيب، السي الشريف، السي اسعد عبد المجيد، اختي المهره. انا طلعت غير نسلم عليكم، غير كملوا. انا طلعت غير نسلم عليكم. واحد الفكره كنت باغي نقولها لاسعد ولكن راه قالها لي البرنوسي، راه وصلوا الميساج. شكرا السي. هذاك الشيء هبط الناس فعلا. نمشيو للاخ اللي الشريف الادريسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة، تحية اللي كيدير اللايف، السي أبو مهدي، عبد المجيد، الأخت المهرة، أستاذ أسعد يا أخي. وأخيرا صيدتك وبغينا غير نسلموا عليك يا أخي وأسعد، وبغينا غير نسلموا عليك سنتين وأنا كنطلبك أصاحبي، بغينا غير نسلموا. مرحبا يا أخي، مرحبا. والله نحبك يا أخي. شوف
مع ان الرساله الموضوع اللي كتهضروا عليه على هذا اللايف ديال البارح، انا كنتبع اسعد الشرعي لمده تقريبا 3 سنوات، ومع انهم مغاربه وانت مغربي حتى انت كتفهم دابا، انت متبع الشان المغربي وكتفهم الدارجه المغربيه، غندرج هاد الاشخاص هادو بغيت نقول لهم واش يعني الطريقه اللي كيهضروا بها كيبانوا مثقفين، ولكن داك الثقافه ديالهم ملي كتجي تطلع على الحقائق ديال كي كيدير اسعد الشرعي وكي كيجيري اللايف ديالو والمواضيع والحقائق وكيهضر بالادله وان لا علاقه بداك الشيء، وهذا الخوت وهذا شخص كيحبنا يماني اخونا في العروبيه، جا كان خاطئ في واحد الاخطاء، كان كيهضر على سيدنا، سمحوا لي اخوتي راني كنشتغل وكنحكي معاكم داكشي علاش راني عيان شويه، كيحكي على سيدنا هذا، تبينت له بعض الحقائق، السيد جا واعتذر وعرف الحقائق هذا وغادي وكيجري الله. واش بغيتو يبقى ديما نتبعكم؟ صافي بغيت هذا الشيء بدا النهار ديال التطبيع، منين بدا التطبيع بدا هذا الشيء، السيد ضد التطبيع، انا مغربي ومالي كنحب الملك ديالي ونحب هذا، ولكن ضد التطبيع. صافي من نهار بدا التطبيع، من نهار هما كيهاجموا اسعد الشرعي، صافي خصك يقول لك شنو بغيتي، يقول لك فيفا اسرائيل ولا تحيا اسرائيل ولا شنو بغيتي يقول لك؟ ما فهمتش والله، ما فهمت اخوتي. هاد الناس هادو كنتمنى يراجعوا نفسهم، راه حتى نتوما مثقفين، ما بغيوش نقولوا عليكم شي كلام ماشي هو هذاك، وحشومه تضربوا في الاعراض. وهاد الاخت المهره اللي جالسين كيسبوها في واحد اللايف، دخلت لايف فيه كي قالت ما كانش 15 الناس كيضربوا في الاعراض ديالها، حشومه كاع والله عيب. وانا عارفهم غيكونوا كيتصنتوا، والله عارفهم يكونوا، والله العظيم الا عرفتي كيجيني هادشي، كيجيني يعني ما فهمتش علاش السيده كتطلع راه عارفه الشيء، راه بعقلها هاد الاخت هادي راه بعقلها، راه كون كانت عارفه ان اسعد الشرعي كيدير جرام د الفتنه والله ما طلع لعنده، والله ما طلع لعنده ولا تهضر حتى معاه. ولكن السيد راه كيجيب لك حقائق وادله وكيهضر معاك وما فهمتش انا فين هي هاد الفتنه، فين هي؟ واش كينسق هذا عنده العصا السحري اسعد الشرعي كيجمع الناس ويقول لهم اجي نديروا الفتنه ويرصيو؟ شخص بسيط كيف كيقول هو سائق طاسي ما شاء الله، الله يعاونه والله يسر له الامور. وسمحوا لي اخوتي مرتبك شويه، راني عيان كان خدام وكنحكي. لا باس لا باس يا اخي، لا باس. اولا مرحبا واخويا شوف، انت الحاجه اللي غنقول لك اخي اسعد، ما يعني انت راك بعقلك، يعني ما غتاخذش تجمع المغاربه كاملين تقول هادو كاملين، راك كتعرف بواحد الفئه قليله اللي كتعاديك شخصيا، انت راك عارفها. وبالنسبه بحيت كتبقى تهضر كتبقى تقول المغاربه، ولكن كتعجبني كتزيد حداهم التيك توك يعني واحد الفئه معينه، راه ماشي المغاربه كاملين. وحنا كنحبوك اخي اسعد والله العظيم. انا كون شفت منك شي حاجه ما تعجبنيش، راه اقل شيء غنديرو ما غنبقاش نتبعك، وانا هني راسي صافي غنحفظ في المتابعه ديالي، ما نبقاش نتبعك وما نصدعش راسي. سيبوا علاش نسب وعلاش نبقى نتابعك بالسبان وعلاش نبقى. ولكن لحد الان كنشوف ان المنصه ديالك اقوى منصه لحد الان اقوى، اقسم بالله على اقوى منصه. واللي عنده شي منصه اقوى منها يجيبها لنا يحطها لنا حنا نتبعوها. هادو اللي كيهضروا وكيبقاو، وكان ديما كنطلب لهم كيس، كنبغي نطلع غير نهضر معاهم والو ما كيبغيوش يقبلوني. والاعراض اخوتي حشومه، راه انتما عندكم خوتكم عندكم، انا راه اكيد 100% غيكونوا كيتفرجوا في هذا اللايف، راه حشومه اعراض ديال المراه هادي، راه هاد المهره مسكينه، راه شنو نقول لك، تبقاو تقيل الدافع مسكينه الوقت ديالها كله غادي في التيك توك، وتطلعوا وتبقاو تسبوا لها وتهضروا في الاعراض، راه عيب راه عندكم خوتكم ووالديكم. وشكرا يا اخي. المهره ليست مسكينه، والله انها ارجل منهم كلهم. المهره ليست مسكينه، المهره متمرده. ممكن؟ السلام عليكم بعدا، تحياتي للجميع، تحيه مرحبا اسعد. نهار غليظ هذا، واخا عندك درتي معايا واحد الفالطه سي اسعد، كنت قلت لك على قضيه العيد الكبير وما جيتيش، ما دوزتي العيد ماشي في المغرب، دوزتيه تما الى عقلتي. قلت لك جيت تعيد معنا هذا العام، جا الله تجي تعيد معنا، ولكن ما لقيتش الفرصه كيفاش نتلاقى معك، حتى دابا عاد تلاقيت معك. المهم ندخل معكم في الموضوع. تحياتي للاخوان. عرفتي علاش؟ كاين كما قال الاخ قبيل البارح، فكنتو في ذاك اللايف ديال فاش كانوا دوك التوانسه، وانا تنظن 90% ماشي توانسه، هذوك تيكونوا جزائريين ومعروفين في اللايفات الاخرين لانهم عندهم هدف واحد، كلهم مجموعين كيهضروا في
في المغرب. شي ان فوا فاش بدا بكذا كيجبد لك المرزوقي وكيجبد لك جلاله الملك ويجبد لك هذاك، شوف فين وصلت به الوقاحه. الملك شوف النيه ديالو كيفاش دار، كيفاش مشى زار تونس بنيه حسنه وباش يقوي السياحه، او المهم بين بان ارض الامان تونس. شوف كيفاش هو كيفاش كذب وكيفاش قلبها، قال لك بانهم مشينا خدينا لهم الفوسفات وخدينا لهم، قال لك الحقاب ديال التجاريه اللي كانت تما خديناها حنايا. شوف هذا الشيء معروفين الجزائريين لانهم عندهم هذه السرديه وعندهم هذا تعطوا على اموال كيمشيو يعطوها في الشرق الاوسط وكيمشيو يدوروا باش يروجوا هذه الكلمات بحال هادو. اللي بغيت نقول لك اخويا اسعد، نتايا حاليا اقسم لك بالله العلي العظيم شي قبل من 7 اكتوبر ومش حال هذه، راه كانت في اللايفات الاولين فاش دخلنا عندك نتايا كنتي تحولتي للتيك توك وكنا كنتابعوك، وكانوا واحد الاخوان معك السي اسعد، كنا كنتبعوا معك في هذوك الاخوان. بعدا اولا كون ما كنتيش انت ما غاديش نعرفوا هذوك الاخوان بعداك اللي كنا كنشوفوهم ودابا طالعين في لايفات وكيسبوا في المغاربه وكيديروا واحد التفرقه اللي حنا بعادين عليها وما كنعرفوهاش اصلا. لان كنا كنطلعنا حنا كما قال الاخ، طلعنا على العرض ديالنا، لان ما لقيناش شي منصه اللي غادي تحتوي ونعرفوا العالم العربي الحقيقه ديال هاد الناس، هاد الجار ديالنا اشنو كنعانيو معاه بالضبط. والاخ اسعد لانه كانت عنده الفكره، لان هذيك الفكره اللي كانت عنده قديمه، راه بزاف ديال الدول العربيه عندهم هذه الفكره بتاتا، لان خصهم غير يعرفوا الحقيقه. والاخ اسعد كنشكروا لانه بين بعض الناس في الدول العربيه عرفوا بان راه المغاربه كيعانيوا مع هاد الناس الجار ديالنا. هذه الحقيقه. كفيني انا حاجه وحده، غير منين حيد ديك الطريقه ديال السروال، واش يقدر شي واحد من هاد الدكاتره اللي كنسميهم حنا الدكاتره وكنسميهم حاشا الاساتذه ودوك صحاب الانشاء الوطني وكيدير التحيه المغرب وكيدير الرايه المغربيه ويدخل جلاله الملك ويمسح في اسم انت مغربي بان انت مغربي وانت ماشي مغربي، طلعتي عند فلان علاش طلعتي عند فلان، هبطتي عند فلان علاش هبطتي عند فلان، كيتجمعوا في الليل بقله الادب وقله الوقاحه. هذوك الناس اللي كنا كنقولوا حنايا دكاتره بقله ما وصلتش، ما عرفتش الوصف اللي كنا نوصفهم، لان هاد الناس هادو اللي كنا كنعطيهم هاد القيمه وهادي بانوا رخاص بزاف وبانوا حقيقه ديالهم مرتزقين من الدرجه الاولى. وخلي عليك انا ما كنهضرش، عارفين حنا الطبقات اللي كاينين، مجموعات. سعد اسمح لي هاد الدقيقه هذه اختصر شويه واخا خويا، انا كاينين مجموعات اخويا اسعد اقسم لك بالله كنتي مشيتي في الطرح ديالهم ومشيتي هضرتي معاهم على مثلا قلبتي الموضوع ديالك، مثلا هذيك الفكره ديال فلسطين، حنا الحمد لله ضد التطبيع، هذه ما ياخذش فيها الشك. وهذوك الناس اللي كانوا كيطلعوا عندك ولينا كنشكوا في راسنا تنقولوا الشعب المغربي هو هذا. ساعه انت شتي بعينيك اخويا اسعد، الحقيقه راك شتيها بعينيك والعالم كامل كيشوفها من نهار بدات 7 اكتوبر والمغاربه مع القضيه الفلسطينيه. وتحياتي الاخوان، شكرا. بعد باش نقول لكم الاخوه، شكرا الاخ محسن. من اللي يطلع شي واحد ويهضر اختصروا شويه الكلام يعني في 3 الجمل 4 وفيها سؤال على اللايف ديال البارح، يعطي سؤال اسعد باش يجاوب. انا عندي بس هنا ساطرح هذا الملاحظه للاخت المهره ولكم كلكم انتم مغاربه هنا تقريبا كلكم مغاربه. اي مغربي انتم اختاروا اكبر شنب فيهم، المخير فيهم، اكبر راس فيهم، اذا سمعتموه يقول عن منصتي انها تثير الفتنه او ان فيها شبهه، انت يا المهره تحديه، قولي له هل تستطيع ان تقابل اسعد الشرعي عندي؟ وادعيني وادعيه يواجهني. لماذا يخافون من المواجهه؟ دقيقه عشان ايش؟ هكذا تفضحوهم تماما. لماذا انت تتراشق وتتنقل من لايف الى لايف؟ تعال يا اخي انا اجبد لك اسعد الشرعي الى هنا وواجهه 5 دقائق ب5 دقائق مناظره لمده وتعالوا شوفوا المخير فيهم يجي قابلني في اي منصه مغربيه، من ابناء الناس الذين يسبون ويلغون في الاعراض، هل لا يشرفني ان اظهر عندهم المحترمين حتى لو كانوا مخالفين اي منصه، هكذا تقطعوا الطريق عليهم. هذه احسن فكره. شكرا. نزيد واحد الإضافة خويا أسعد، قبيلة عند الأخ عثمان
طلعوا معنا التوانسه من الطراز المعتبر، شي 5 ولا 6 ديال الاصوات، كلهم مع الطرح المغربي وضد الطرح ديال قيس التاعيس، ولكن اكدوا بان قليل من هذوك اللي طلعوا معاك اللي في الحدود الجزائريه، اما 3 ولا 4 فهما توانسه ولاد تونس ولكن عنصريين، هذا باعتراف التوانسه اللي طلعوا معنا قبيله. اذا ما باقيش شي حد يقول لنا بان هذوك راه من الجزائر، كاينين اللي من الجزائر فعلا وكاينين المرتزقه اللي تحت الرونجاز ديال العسكر، هذا هو الواقع. وخويا شعيب راه الاخت زهره قد تطلعها، راه من حقها حق الرد، وانا واعد تنقولها لك، انا قلتها لك ماشي مشكل. الى كان بغى يطلع شي حد شعيب نهبط انا. الكلمه ديالو. مرحبا بك اخويا السي محسن، الله يحفظك اخويا، مرحبا بك. الاخ دقيقه، الاخ الذي قال على عيد الاضحى، للاسف انا ما قضيت عيد الاضحى في المغرب للاسف الشديد. شكرا الاخت يا اخي المهرة. طيب، دعني انوه الى نقطه مهمه جدا، اتمنى يعني تركزوا عليها كثيرا. هو طلعوا مغاربه يعني يستثمرون الحدث هكذا، وانه في غضبه تونسيه على اسعد الشرعي، فبدأ من هؤلاء المنافقين، بعض المغاربة المنافقين يلمعون تونس. توانسة اخواننا، توانسة حبايبنا، توانسة جميلين، وهذا يريد يفتن بيننا. لا يا اخي، من قال لك ان كل التوانسة حبايبك؟ المعيار المغربي معروف، انتم لديكم معيار. يعني هل ستقبل تونسي يتمالأ مع المشروع التبوني ولا يؤمن بوحدتك الترابية؟ لن ترضى به. لماذا تلك المغازلة؟ إخواننا المغاربة وإخواننا التوانسة وهم أحبابنا وإحنا نحبهم، فقط مش حبا في تونس، وإنما نكاية فيني، على أساس أنه يعني يزيدوا عملية التحريض عند بعض التوانسة المتبنين، أصلا المتبنين اللي فيهم عرق تبوني. هذا أمر واضح. وبعدين لازم تعرفوا أنه تونس ما قبل قيس سعيد ليست تونس ما بعد قيس سعيد. اليوم تونس مجرد ولاية جزائرية، ولاية تابعة جزائرية بامتياز. قيس سعيد اليوم مخلب تبوني يستهدف المغرب ويستهدف الوحدة الترابية للمغاربة. لا تكونوش ملائكيين عشان تعملوا نفسكم أنه أسعد الشرعي هذا أساء. لا، هناك توانسة متبنين جاهزين ويناصبونكم العداء ومع المشروع التبوني قلبا وقالبا، حتى لا تعملوش فيها مثالية وأنكم ما شاء الله راقيين وإنسانيين بزاف. خلوا النفاق هذا ما ينفعكمش. تحياتي. السي أسعد الشرعي كلمة ونمر الكلمة. أنا كنت من الفهم ديالي السياسي، رغم أنني تيخونني التعبير باللغة العربية، هو أنني أنا بالنسبة لي تونس دولة عربية محترمة، ولكن ما عندهاش واحد وزن سياسي، ما عندهاش علاقة، وخا كاين شي علاقة بسيطة ماشي غير مباشر. يعني هي قنطرة يعني جرتها الجزائر لأن عرفتها غادي تسيطر عليها سياسيا بسهولة. أنا السي أسعد الشرعي فرنسيين، الأبوين الفرنسيين يتكلمون اللغة العربية، يجيدون اللغة العربية وهم في السياسة، ونجيبهم يتحاوروا معك. أفضل أن أحاور تونسي. أنا بالنسبة لي تونس دولة حبيبة ولكن ضعيفة. أنا هذا رأيي، أنا لا أحاوره ولا أقول له لا حبيب، ولا أنا أحترم العروبة وأحترم الإسلام وأحترم هذيك الدويلة، يعني دولة، ولكن هي ما عندهاش واحد الآخر، واحد القوة، واحد الدولة قوة سياسية. لا أجادلهم. وعباد الله، واش نتوما تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ وحشمتونا. انا اتندير من هذا المنبر. نعم تفضل. عفوا سامحني لانه الوقت قد ضاق عندي. شوف يعني تفضل. الان ابسط سياسي في المغرب يدرك ان الجزائر تشتري ذمم وتشتري ولاءات وتشتري دول وتشتري زعماء. اليوم كل الدلائل وكل المؤشرات تقول ان
النظام الجزائري الحالي، لا أقول تونس ولا أقول الإنسان التونسي ولا أقول الشعب التونسي، النظام الحالي هو في خانة العداء للمغرب، هو الآن أداة تبونية. أولا لم يعزوا الملك البلاد، وهذا خطأ بروتوكولي، يعني بروتوكوليا كان واجب عليهم أنهم يعني يعزوا، وعدم التعزية معناته أنه لا يوجد علاقات أو أن العلاقات متوترة. ثانيا أنهم منخرطون في اتحاد مغاربي يريد فرض عزلة على المغرب، اتحاد مغاربي بدون المغرب. موريتانيا انسحبت، يعني ليبيا مترددة، بقي قيس وتبون عاملين اتحاد مغاربي. يعني رضا تونس باتحاد مغاربي دون المغرب هذا عداء، هذا اعلان عداء. ثانيا الان الارتماء في حضن ايران واستخدام ايران والشرق وروسيا وهذا المعسكر الشرقي الان وفتح الباب على مصراعين للتشيع والشيعه، هذا مؤشر ثالث ومؤشر رابع ومؤشر خامس، ستجدوا كل المؤشرات تقول. فلا داعي للإخوة المغاربة اللي بيطلعوا يدغدغوا عواطف التوانسة. أنا عارفكم المغاربة وعارف منظاركم وعارف موازينكم. عندكم وحدة ترابية، يجي واحد من المريخ من تونس من اليمن من الجن لا يؤمن بوحدتكم الترابية، والله لن تقيموا له وزنا حتى لو كان أبوك ومن أبوك وأمك، ولو كنت أنت خرجت أنتوه من نفس البطن. صافي. التونسي من يثبت يعني احترامه لمقدسات المغاربة قولوا له أنت على عيننا وراسنا، ما لم يثبت قولوا له يلا برا تبوني عن شكلها. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد جوج نقاط، نقطة الأخت المهرة ونقطة السي أسعد. أختي المهرة ملي نجبدوا الدكاترة ما تنقول يشرقوا الوراق ولا شي حاجة، هاك الدكاترة ولا تنحترموا. والسي أسعد ملي ما سمعتش عاودها لي. لا واحد على الشهادات ديال الدكتوراه، فهمتيني؟ مالها السي ابو مهدي؟ لا كنتي يمكن قلتي يشرقوهم ولا شي حاجه. اي لكننا ما نعرفوش نطبقوا ديك الثقافه اللي تلقيناها في المدارس والجامعات على حياتنا الشخصيه، اذا فما اهميتها. لا انا الدكاتره ديالنا قلت لك عندنا دكاتره تنحترموهم، ما نجمعوش كل شيء صح. ولا ما جمعتش راه ما هلتش انا، فهمني. الدكتور اللي كيأدي الواجب ديالو على اتم وجه على راسي وعينيا، انا كنهضر على اللي مثقفين وما كيطبقوش الثقافه ديالهم في ارض الواقع. برافو. والسي اسعد محل والسي اسعد راه ثاني داز واحد النقطه، ملي تبغي تقول المغاربه راه جماعتي المغاربه قول المتكتكين، عاود ديما ندخل المتكتكين. طيب يا ابو مهدي على اساس قاعد نتكلم في البرنامج. لا احنا هو اصحاب السي ابو المهدي، احنا في البرنامج، احنا في تيك توك، لا داعي في التيك توك. وين انت شايفني في ساحه جامع الفناء؟ انا اتكلم عن مغاربه التيك توك اصلا، ما في داعي للاشاره. الاخ المهدي راه تيحاول بامكانه يجي في الوسط مسكين. ايوه مسكين بيحاول يا ابو مهدي، لا عاد تفتجعش، اذا عادك مفجوع لا تكون تطلع القيس. شوف انا والله راك تعرفني والله ما تنتقلع من شي واحد. الله يمزح معك يا ابو مهدي. اما مساله الدكاتره، ايوه نعم، في واحد طلع ولمح على الدكاتره. لا تستهي يا جماعه، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. يعني واحد متعلم عنده درجه علميه هذا افضل مني وافضل منك للامانه، ولا ينبغي الانتقاص من اي دكاتره مغاربه، وخصوصا عندما تطلقوها على التعميم الدكاتره. لا هذا ما ينبغي ابدا. دكاتره محترمين، في دكاتره وفي ذي. قال واحد، هذاك واحد قال كان يحب يحط قدام اسمه دال، وهو ما هوش دكتور ولا حاجه، وشكله كذا رث يعني كانه يشتغل في سوق غنم او شيء. وفعلا طلع قالوا لماذا تحط حرف الدال؟ قال لانني دلال في سوق المواشي، فما دلالين في سوق التيك توك. وفي دكاتره محترمين لا نراد ان يهضموا، والله في دكاتره على حتى لو كانوا مختلفين معي لكنهم يعني يحبوا بلدهم وبيقدموا مستوى رائع ويترافعوا مرافعات قوية جدا وندوات، وأنا مشيت مع بعضهم وكلهم على قدر كبير جدا نستفيد منهم. أنا استفدت منهم. ما ينبغي أي مغربي يطلع يقول لي الدكاترة، لا، هذه نصيحة من أخ لإخوته، يعني
لفظ الدكاترة هكذا والتحسس من كل ما هو الدكتور أو الدكتورة والمدكاترة ما ينبغي أبدا. تحياتي لكم. أنا ربما أنصرف أخي شعيب. شكرا سي اسعد الشرعي. خويا سعد قبل ما تمشي واحد الكلمه في حق الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، حيت شفت واحد السيد اللي بغى يدخل الهضره وبقى تيهضر في واحد اللايف مشرقي وبارك في قول جا واحد الكلمه في حق الدكتور عبد الرحيم منار السليمي. من الذي سيذكر الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي؟ هذا شوفوا، هذا جبل الذي يريد مغربي يقزمه. قال لي أحدهم قال أنني ضربت الدكتور المنار. ويش تضرب؟ هذا كما لو تجيب له بازوكا ما الدكتور المنار السليمي صديق وأخ، وبيننا تواصل، آخر تواصل هناني بالعيد، وليس عدوا وليس خصما. حتى القطيعة هي مرضية للطرفين. أنا من طلب منه ذلك، لأنه مسكين كان يحمل ما لا طاقة له. كان كلما دق الكوز في الجرة وغرد أسعد الشرعي تغريده يتصلوا به وكأنه ولي أمري. فقلت له يا أخي بعد، خليك بعيد مني، وإذا حد اتصل بك قل أنا ما عاد لي علاقة بهذا الرجال وصافي. لكن القلوب صافية ونحن إخوة متحابين، وأنا إذا ذهبت إلى المغرب مرة ثانية سأذهب إليه وسأقعد معه وسنشرب شاي، بس دون أن نسحب منه تلك الورطة الذي كان متورط فيها، باعتبار أنه هو أنت من جئت به. كانوا يقولوا له أنت اللي جبت لنا هذا اليمني أنت اللي أتيت به هذا اليمني، وخصوصا أيام السيارة المغربية وأيام المتشنجين، فكانوا يلومونه ويتصل بي مسكين. قلت له يا دكتور والله العظيم أنت حطيت نفسك في حرج. قالوا يصلح يا أخي، خلاص نقدك محسوب علي. قلت لا مانيش محسوب عليك ولا محسوب على حد، ومن الآن وصاعدا يا أخي خليك بعيد، لا تظهر معي ولا أظهر معك ولا تمشي معي ولا أمشي معك، على الأقل إلى أن تمر فترة هكذا ما عاد أحد يقدر يلومك. أنا الآن ألام، أنا ما حدا لا يلوم منار السليمي ولا حد. الذي عنده شيء على سعد الشرعي يروح المحكمة المغربية، مو منار السليمي، يروح الشرطة، يروح المخابرات، يروح يشتكي، أو يطلع يواجه هنا في التيك توك، يطلع يخلي رجال ويطلع هنا. أما هذا التراشق باللايفات من لايف لايف مثل الدراري الصغار، خاطيني دراري أنا. في واحد رجال يطلع يواجهني، يطلع في أي منصة مغربية. أما بك 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 بك, بك من بعيد وشغل نسوان ما يمشي معي أنا ولن يمشي مع أي واحد ثاني. المنار السليمي على عيني وراسي من فوق، وأخي وصديقي، ولا ضربت فيه ولا ضرب فيني. حتى عندما خاصمته خاصمني وخاصمته بشرف. لايف ضرب علي لايف، ضربت على لايف رد وصافي وانتهينا. والتقينا بعد اللايفات هذه وقال لي يا أخي شبعتنا سبان، وضحكنا ومشينا ودوزنا، والآن التواصل موجود بيني وبينه، وليس بيني وبينه أي خلاف أخوي. خلاف سياسي فكري موجود وهذا وارد. تحياتي لك. خويا سعد، وعد منك خصك تعطي لنا في هذا اللايف هذا اي واحد طلع جبد الاعراض عندك، ولو يكون عندك في المنصه يطلع عندك يوميا، ولو يكون كيما بيعود. وعدنا اي واحد جبد الالفاظ وجبد المراه وضرب في الاعراض ديال المراه كيما بتعود النوع ديالها تنزلو، ما يكملش الكلمه ديالو، ما تخليش في اللايف عندك. الله يرحم لك الوالدين. هذا هو. انا معاك اخي يا برنوسي، وكانك شايفني كانك شايف اللايف حقي اباحي ولا كيف؟ يطلع لا كاين واحد تيرد تيقول لك عطيني حق الرد، ينزلوا بجوج ما تلاوش يدوروا تما. لا بينزلوا ما عندي سب انا ولا اسمح بالسب ابدا، ما اسمح بالسب خالص. الاعراض وخصوصا النساء، الاعراض النساء هذوك مفروغ منهم، ما يتجبدوش. راه اللايف تيتسجل في اليوتيوب وتيبقى فيه داك السب وداك الهضره الخايبه، وكاين الناس تيتفرجوا بالعائلات ديالهم. يعني اي واحد ضرب في الاعراض ينزل في حاله. ولا يهمك هذا امر مفروغ منه بدون نقاش، لا نقاش في هذا الامر. ابشروا ولا يهمكم. تحياتي لكم. تحياتي. مرحبا. السلام عليكم. تبارك الله على خير شعيب والاخوان كاملين. اخي شعيب، انا كنت منتظر من التوانسه يجي واحد الوقت اللي غيهضروا فيه، كنت منتظرها. يعني ما كنتش زعما كني دايرهم بانهم بعاد منا، لا، من هذيك الزياره ديال ابراهيم غالي لتونس عرفت بان التوانسه لابد ما يخرجوا من الجحر ديالهم ويبينوا على المعدن ديالهم. غير هي اخي شعيب كاينين واحد الاخوان توانسه يعني طيبين وتنعرفهم، انا تنطلع لهم من اللايفات ديالهم، ولكن كاينين واحد الخبثاء منهم هذاك اللي طلع البارح.
منهم هذاك عنده طرح جزائري وتيجيك بنفس الخطاب ديال الجزائريين. يعني بنادم يرد باله، يعني ملي تيكون واحد الانسان تيخدم واحد الاجنده اخرى كما كان تيدير ياسر ملي كان تيطلع شي فلسطيني ما تيعايرش الفلسطيني، تيقول لي الكفيل الجزائري، يعني تيضربوا بالجزائر. اتمنى عدم ذكر الاسماء، خلوا اللايف كذا. يعني قلت لك كان هذاك الاخ ملي تيبغي يضرب هذاك الفلسطيني باش تيضربوا تيقول لي انت كفيل ديال الكفيل الجزائري، هو اللي قال لك تقول هذه الهضره هذه. كان دائما تيضرب التوانسه ولا ليبي او اي واحد تيضربوا بالجزائر، تيقول لي انت مخلص وانا ما غنضربكش، انت غنضرب انا اللي تيخلصك. وهذه اللي بغيت ياخذوها الاخوان يديروها يستعملوها في اللايفات. شكرا. تفضل السي ابو ياسين، مرحبا بك. الناس زيد ديال هولندا فضلك اخي. هذه تنعطيك بعد التحيه ديال الناس ديال هولندا، وراك عارف. بارك الله فيك اخي الكريم، شكرا. يبان نهار تبالكم يربى معي. شكرا اخويا السي شعيب، تحيه لك، تحيه للضيوف الكرام، تحيه للسي ابو مهدي، موطن السي الشرعي، عبد المجيد، الاخت المهره ما نسوهاش، المهره الشرسه. انا طلعت باش ندلي بواحد الوعد قطعته على نفسي. اخي اسعد، اقدمك تحيه من طبيب اسناني، وهو مواطن مغربي من الصحراء الغربية، الصحراء المغربية سميتو. لكن تفاجأت يا أخي أسعد أنه كان يتهوى كيتبع اللايفات ديالك، وكان قال لي بأنه جا لأمستردام ديك الساعة ملي كنتي هنا في أمستردام كان يبحث عنك. فتفاجأت أنا والله العظيم، عمرنا ما جبناش هذا الموضوع، لكن السبب الذي جعلني أنني جبنا هذا الموضوع هو أنه قبل أسابيع كنت عندي معه ميعاد، ولكن هو في عطلة، فعندهم عيادة مشتركة بينه وبين فلسطيني وتركي ويمني، وهذا اليمني الذي استقبلني والله العظيم ابن العاصمة ديال اليمن، صنعاء. يعني من صنعاء، نعم، اسمه أمجد على ما أظن. المهم كنا يعني نطوف، وكنت أحدثه عن المدن اليمنية وعن الرئيس، قال من أين تعرف هذا؟ قلت راه عندنا واحد يمني تمغرب وأنا تيمنت. فضحك، قال من هذا؟ قلت له أسعد الشرعي. قال بالله عليك هو في مانشستر؟ قلت نعم. قلت تعرفه؟ قال نعم أنا أعرفه وأتابعه، يقول لايفاته حين كان في المغرب وهذا. قال لي الله بالله عليك سلم لي عليه. فبهذه المناسبة أقدم لك سلام أمجد وأخي إبراهيم، هذان طبيبان أسنان هنا في أمستردام، فأنا أديت الوصية وشكرا. الإخوان أنا راجع بعد شوية، بدي تمشي واحد وأنا راجع بعد شوية. واخا شكرا السي أسعد الشرعي. سد المايك السي أسعد الشرعي، غلق المايك. طيب. الله يجازيك بخير. الإخوان اللي بغيت نقول لكم هو سبحان الله، رغم المنصة اللي هي تتحارب هنا في التيك توك من الناس اللي تتحسب راسها واصلة واعية قارية، منهم الناس خريجين ديال الجامعات والناس موظفين، الناس ما قاريينش، كلشي تيضرب في المنصة ديال أسعد الشرعي. سد اخويا الكاميرا، الله يحفظك اخويا المواطن في وطن واحد شويه، الله يجازيك بخير. عندك وتضربات، وهاد المنصه هذه اللي هي تتزاد قوه، والمنصات ديال بعض المغاربه التيك توكيين، لان انا اللغه ديالهم كمغاربه راه كاينه، ولكن ايدنتيتي ديالهم انا غير توك توكي، ما نقدرش نقول لك فعلا واش مغربي ولا مش مغربي، لانني
انا هنا في اوروبا اعرف هولنديين، اعرف بعض الاجناس يتقنون الدارجه. انا يعني تن مثلا يعني انا تنطعن في الاخر، يعني في الجنسيه ديالهم. من حقي تهضر يعني حنا كعرب هنا تنهضروا الهولنديه، ولكن الاصل ديالي من المغرب. هاد الناس هادو ديال اللي تيضربوا في المنصه ديال اسعاد الشرعي هما تيخدموا اجندات اللي هي الاجنبيه، وتيخدموا الاجنده ديال الخونه الداخل، وتيخدموا داك المصالح ديالهم هما، منها الاسترزاق ومنها تكوين يعني تكوين مشاكل. تيكونوا عندهم مؤسسات اللي هي مؤسسات، هما دايرين مؤسسات بحال المدرسه، تيكونوا فيها ناس يربيوهم على داكشي اللي بغاو هما. سير عند فلان وها شنو الا لقيتو فلان، تيعطيوهم قواعد باش يضربوا اللايفات اللي هي في الحقيقه تخدم المواطن هنا، سواء مغربي ولا تونسي ولا عربي في العموم. بحال المنصه ديال اسعاد الشرعي، هما ما خصهمش تكون هاد المنصه هادي اللي هي تتغربل، اللي هي فضحاتهم. دابا الاخوان دابا نتحداكم، ما غاديش تصارعوا تمشيو تبقاو تطلعوا البارصه. انا هو اللي بقى لكم باش تجيبوا لنا شي مثقفين عندكم. نتحداكم تجيبوا لنا شي ناس تدوزهم الاذاعه، ولا الناس مؤلفين الكتب ديال التاريخ ولا ديال الطب ولا ديال سميتو، ديروا معاهم، ولا الناس اللي هما كانوا في الجيش، ولا جيبوا الناس المتقاعدين اللي كانت عندهم رتب عاليه في الجيش المغربي، يديروا معاكم حوارات. ولكن نتوما ماشي جديين وما عندكمش داك الوزن. بنادم تتلقاه اليوم تيهضر على الدين بحال الخطيب ديال الجامع في الجمعه، قال الله قال الرسول قال الله الحديث قال هادي، ويهضر لك على الدين. وغدا ولا بعد غدا تلقاه مع حلول ومشاكل، تلقاه مع الناس اللي تينوضوا الفتنه. هذا ماشي نفاق؟ واش هاد الشيء ماشي نفاق؟ هذا راه بالنسبه ليا نفاق. وشديتوا البارصه هاد اليومين وبديتوا عليه خويا اختي، خويا ولد بلادي، ولد عمي، ولد كذا. وفين نسيتوا السب والشتم في الاعراض. والله كو كان يعني في دولة اليمن وتيسب هذاك السب في الاعراض، والله ما يطلعوه في المنصات، والله ما يطلعوه في المنصه. ولكن نتوما تطلعوه. علاش؟ انا بعدا ما عطيكمش قيمه والو دمي من الناحيه ديالكم. انا ما تنعتبركمش كاين، لا يشرفوني شعيب. ما تيشرفني شي واحد. شكرا. مضطر غادر، سامحني مضطر غادر. شكرا سي اسعد الشرعي، تحياتي لك. ابو وليد، ابو ياسين سلم لي على طبيب الاسنان. شكرا جزيلا لكم. انا قدني الان بين الناس، والله ما عاد اقدرش كذا، انا دخلت المكان. شكرا سي اسعد الشرعي، تحياتي لكم.